النداهة شخصية ياما سمعنا عنها وقصة ياما سمعناها من أجدادنا وجداتنا، وإنها كانت موجودة وبتظهر في وقت وفي زمن ما كانتش الكهرباء موجودة فيه بشكل كبير ومتطور زي دلوقتي. وكانت أغلب البيوت في الريف عايشين بالليل على لمبات الجاز اللي كتير من الجيل الصغير ما يعرفش عنها حاجة متهيألي. والشائع والمعروف عن النداهة إنها كانت جنية بتتشكل على هيئة بشر بتنده على الفلاحين بالليل وهم راجعين من أعمال الأرض مثلا، وإنهم كانوا لما بيسمعوا الصوت كأنه بيبقى فيه سحر وتنويم مغناطيسي فبينجذبوا ناحيته على طول، وإنهم بيبقوا فاكرينها بني آدمة مش جنية لأنها بتبقى سحرة لهم وخدعاهم، وبمجرد ما بيقربوا منها وبيشوفوها على حقيقتها بتاخدهم في الترعة وتغرقهم، إلا اللي بيقدر يفلت منها سواء بمساعدة حد أو إنه يفوق ويجري بسرعة أو اللي بيقدر يقاومها هي وسحرها. أنا نسيت أعرفكم بنفسي ودخلت لكم في مقدمة كبيرة، معلش. أنا اسمي معتز، عندي 33 سنة، من الشرقية. جدي متوفي وجدتي ربنا يديها الصحة ويبارك في عمرها هي اللي بتحكي لي من وقت للتاني عن الجنية وعن مواقف كتير رعب، وده بطلب وإلحاح مني طبعا بحكم إني بحب الرعب والمغامرات والكلام ده. وهي ولا بتتضايق ولا بتعترض لأن أغلب الناس الكبيرة بتحب الكلام عادي في الحاجات دي، بالإضافة لأن الحفيد المدلل في العيلة من جدتي وأكتر واحد بتحبه وما بتحبش تزعله ولا ترفض له طلب. المهم خلينا نخش في الموضوع على طول. بتحكي لي جدتي عن الجنية وإنها ياما اتسببت في قتل ناس كتير من البلد، وإنهم كانوا بيصحوا الصبح يلاقوا اللي مرمي في الترعة وجثته عايمة على وش المية ومش عارف إيه وعليه أقصى علامات الفزع والعياذ بالله. وبتقول اللي تعرفوا عنها إنها زي ما قلت في المقدمة كده كانت بتسحر لهم بصوتها وتخدعهم من بعيد على إنها بني آدمة جميلة لحد ما يقربوا ويتصدموا بالحقيقة المرعبة وتخلص عليهم. وقالت لي في يوم من الأيام كان جدك على وشك الموت بسببها، لكن ربنا كتب له عمر جديد وسترها معاه وقدر يفلت منها. أنا أول لما سمعت منها الكلام ده قلت لها لا استني، أنا عايزك تحكي لي بالتفصيل بقى، وأنت شوقتيني. وما صدقت الاقي بقى مغامره وحاجه رعب كده فيها اثاره وتشويق. المهم كنا في تجمع عائلي وانا كالعاده انتهزت فرصه وقعدت مع جدتي لوحدنا مع انشغال باقي العيله في اعمال البيت والاطفال بتلعب مع بعض والمواضيع والاحاديث الجانبيه، فقلت اما استغل الموقف واروح لجدتي ونديها رعب انا وهي بقى. المهم قالت لي في يوم كان جدك راجع مع اصحابه بالليل هلكانين من الشغل في الارض طول النهار وعمالين يتكلموا ويهزروا ويضحكوا مع بعض وبيهونوا على بعض تعب اليوم وكده، وفجأة جدك سمع اسمه بيتنادى عليه بصوت واحدة وسمع اسمه بالظبط 3 مرات، وزي ما حكالي انا بقول لك بالظبط يا ابني سمع اسمه كده بالظبط. جدك سمع اسمه بيتنادى عليه بالطريقة دي. جدته اتلبشت في الأول شوية، بعدين افتكر إن ده مقلب مثلا وعاملينه فيه صحابه، فقال لهم ساعتها الهزار الماسخ ده هو ده وقته؟ الواحد تعبان وفيه اللي مكفيه ومش فايق للكلام ده. فردوا عليه بكل اندهاش واستغراب وقالوا له في إيه يا ممدوح، هو حد كلمك ولا جه جنبك؟ قام قلقوا وخوفه زادوا. قال لهم يعني مش حد فيكم اللي بينادي على اسمي بالطريقة المرعبة دي عشان يخوفني؟ يعني انتوا مش سامعين؟ احنا ولا سامعين حاجة ولا شايفين حد بيعمل كده، انت متهيألك من التعب ولا ايه؟ اوعى تكون النداهة ممدوح، بنقول لك ايه احنا بنخاف يا عم، طريق السلامة انت، احنا عايزين نروح سلام لعيالنا في البيت. وقاموا واخدين ديلهم في اسنانهم وقالوا يا فكيك. وقال انا عذرهم الصراحة الموضوع مرعب ومش اي حد يقدر يستحمله. المهم كمل مشي وطريق العودة للبيت في الضلمة، ويا دوبك كان في ضوء بسيط للقمر منور طريقه لحد ما يعني عشان ما يتكفيش على وشه، فرجع سمع الصوت بينادي عليه تاني وبنفس الطريقة، وكمان كان ماشي جنب الترعة يعني ملهاش فلتة، فقعد يدعي ويقول المعوذات وآية الكرسي وبيقول إنها ظهرت بشكلها الحقيقي ليه اللي كان مرعب لأقصى درجة ممكنة، وطلعت له من الترعة وفضلت تزنجر وتصرخ وقالت له انت فاكر كده انك هتهرب مني وانك هتقدر عليا؟ مش هسيبك يا ممدوح، هموتك زي ما كنت قبلك كتير. فصرخ خطوته شوية وكمل في الذكر والدعاء وقراءة القرآن لحد ما روح البيت سليم الحمد لله. ولما رجع لقيته خايف وبيترعش من اللي شافه، ولما حكالي هديته وعملت له أكلة ترم عظمه وعملت له مشروب يهديه وما سبتوش غير لما هديته واطمنت عليه ونام الحمد لله. ومن ساعتها بقى ياخد باله وحذره عشان الموقف ده ما يتكررش تاني. فسألتها طب هو توفى بسببها ولا الموضوع ده ملوش علاقة؟ قالت لي لا انت عارف ان جدك كان عنده السكر عشان كان مدمن حلويات، ففي مرة من المرات السكر عالي عليه فما قدرناش نلحقه وربنا افتكره ساعتها وكان اجله جه، اللهم لا اعتراض يعني الله يرحمه. فقلت لها الله يرحمه، وقالت لي لولا انه كان راجل تقي وبتاع ربنا كان زمانها اذته وخلصت عليه وكان مات موتة بشعة زي ما الناس كانت بتموت في البلد. فقلت لها الحمد لله، وقمت قلبها معاها هزار لما لقيت الدمعة فرت من عينيها، وقلت لها الحمد لله اني ما كنتش موجود في الوقت ده، كان زماني معمول صينية بطاطس ولا لسان عصفور. فضحكت والموضوع انتهى على كده، وكان من اجمل الحوارات اللي اتكلمت فيها مع جدتي ومن اجمل المغامرات اللي اتحكت لي وسمعت عنها.